ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد علاء، وفي فيديو النهارده جاي اقول لكم على 5 حاجات تاخدوا بالكم منها وانتم بتمنتجوا في برنامج بريمير برو. طيب انت ممكن تسال نفسك انا ايه خبرتي في المجال عشان اديك النصايح دي. انا ليا خبره كبيره في مجال الفيديو اديتنج 5 years to be exact، وطبقت خبرتي دي في فريلانس ورك وستودنت اكتيفيتيز. الستودنت اكتيفيتيز زي الاي تريبل اي منصوره ستودنت برانش، كنت هناك ميديا ممبر، وحاليا هيد ومنتور الفيديو اديتنج في CIS تيم MU. اشتغلت على انواع كتير من الفيديوهات زي التريلرز والبروموز، الموشن جرافيكس والانيميشن سواء 3D او 2D، الفيديو جيم اديتس والجيم بلاي، الانسبيريشنال توكس والبلوجز. فبس النهارده جاي اقول لكم على 5 حاجات تاخدوا بالكم منها وانتم بتمنتجوا في برنامج بريمير برو. طيب اول حاجه عندنا هو ان انت تستخدم الادجستمنت لايرز. ممكن تسال نفسك ايه الادجستمنت لايرز دي؟ فساعتها هقول لك ان هي مجرد لايرز فاضيه بتحط عليها اي افكت انت عايزه. طيب ده ممكن يساعدك ازاي؟ طيب نفترض ان انت عندك مجموعه من الكليبس وعايز تحط عليهم كلهم نفس الافكت، وده ممكن ياخد منك وقت ومجهود. طيب ازاي تسرع الموضوع ده على نفسك؟ باستخدام الادجستمنت لايرز. هتجيب الافكت اللي انت عايزه تحطه على الادجستمنت لاير، وبعد كده تفرد الادجستمنت لاير فوق الكليبس اللي عندك، وبكده تكون طبقت عليهم كلهم نفس الافكت وبكل سهوله. تاني حاجه عندنا هو ان انت تعمل كولر كودنج للكليبس بتاعتك. نفترض ان انت عندك اوديو وباك جراوند ميوزك، فانت دلوقتي لما تخلي الاوديو بلون والباك جراوند ميوزك بلون مختلف، ده هيساعدك ان انت تحدد الداتا بتاعتك بمجرد النظر من غير ما تعمل زوم وسيلكت وتضيع في وقت. وقيس على كده حاجات كتير. تالت حاجه عندنا هي الاوتو سيف، وده بقى مهم جدا 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 عشان لو البرنامج عمل كراش شغلك ما يضيعش. انا عامل الاوتو سيف عندي في البرنامج انه يعمل سيف كل 3 دقائق لحد 200 نسخه. لو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي انزل اشترك في القناه. طيب ورابع حاجه عندنا ان انت تستخدم الشورت كاتس. الشورت كاتس موجوده عشان تسهل عليك الموضوع وتوفر وقت، فكون ان انت ما تستخدمهاش شوف انت بتضيع كام ثانيه من وقتك، والثواني دي بقت دقايق والدقايق بقت ساعات. لا بس بجد استخدم الشورت كاتس. اظن ان كل الناس دلوقتي معاها ماوسات جيمنج اللي فيها الازرار اللي في الجنب دي. طيب ازاي ان احنا ممكن نزود البرودكتيفيتي بتاعتنا باستخدام الازرار دي في الشورت كاتس بتاعت بريمير؟ حاجه زي كده هتزود البرودكتيفيتي بتاعتك جدا. ممكن ندي اكزامبل، مثلا لو انت عايز تعمل اندو، فبدل ما تدوس كنترول وزي مع بعض ممكن تعمل اسايننج ليهم على ماوس 4 او ماوس 5 من الماوس بتاعك، وبنعمل كده بواسطه برنامج اسمه اكس ماوس، وهسيب لكم لينك التحميل بتاعه في الديسكربشن. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم.